بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية تحديث تطبيق شام كاش لآخر إصدار التحديث اللي طرأ على التطبيق من حوالي أسبوع. هلا كيف فيني أحدث التطبيق؟ شو هو الموقع الرسمي؟ طبعا رح نعمل تحديث للتطبيق من خلال الموقع الرسمي الخاص بشام كاش، سواء كنت عم تستخدم أي جوال. رح تفوت على المتصفح عندك جوجل كروم. فوت هيك عندي على متصفح جوجل كروم على الشكل التالي، رح نكتب هون بالبحث هاي العبارة www.shamcash.com. هذا هو الموقع الرسمي الموجود في عندي هون www.shamcash.com. نكبس عليه ضغطة هيك راح يفوتني بشكل مباشر على الموقع الرسمي الخاص بشام كاش. راح يطلع عندك هون الصفحة الرئيسية على الشكل التالي، عم يخبروك إنه حلول شام كاش، حلول المالية مبتكرة، عم يعطيك حملة التطبيق. راح أكبس على كلمة تنزيل. هلا عندي التطبيق عم يتنزل. أنا بالنسبة لي عندي تطبيق موجود فهذا راح أعمل له تحديث. هلا انطر لحتى التطبيق النسخة الجديدة تخلى تنزل عندي على الجوال. أنا عندي حاليا نسخة قديمة، هلا بدي أحمل نسخة جديدة من الموقع الرسمي الخاص بشام كاش وأعملها تحديث. هلا قبل أن تم تنزيل ملف واحد أكبس على كلمة فتح. طبعا مثل شايفين عندهم يعطيك على الشكل التالي: هل تريد تحديث التطبيق؟ أعطي كلمة تحديث. وهلا عندي حاليا التطبيق راح يتحدث لآخر نسخة من شام كاش. هلا انطر شوي. هلا أعطيها كلمة فتح. هلا راح أفوت على التطبيق. مثل ما شايفين عندهم هاي النسخة الجديدة اللي صارت على التطبيق. طبعا انضافت عدد كبير من الميزات. أهم الميزات اللي انضافت على الشكل التالي إنه كلمة فواتير. إذا كبسنا على كلمة فواتير صار بإمكانك تدفع على عدد كبير من الشركات، بإمكانك تدفع فواتير الاتصالات، الهاتف، الواي فاي، الحج، الكهرباء. بإمكانك تعمل استعلام عن فواتير الكهرباء وتدفعها. كمان نفس الشي بإمكانك من خلال الحوالات والمدفوعات بإمكانك تشحن تعبي رصيد لك من خلال شركة الكهرباء الجرين. نفس الشي من خيار الحوالات صار بإمكانك تسحب المصاري الخاص فينك من عدد كبير من شركات الحوالات والصرافة. وتقريبا هي كانت أبرز التحديثات الجديدة اللي صارت على تطبيق شام كاش. هلا الفيديو إن شاء الله تعالى بيكون انتهى، وأشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.